السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم في فيديو النهارده عن طاعون المقطرات الصغيره. طبعا طاعون المقطرات الصغيره ده مرض فيروسي بيصيب الاغنام وبينتشر بسرعه بين القطيع، وممكن ان هو يصيب 100% من الاغنام اللي موجوده عندي، ويسبب نسب نفوق تتخطى ال70 وال80%. طبعا لما نتكلم عن طاعون المقطرات الصغيره لازم نعرف الأسباب، ونعرف الأعراض اللي بتظهر على الحيوان، وهنتكلم برضه عن العلاج والوقاية من المرض. طبعا احنا قلنا ان طاعون المقطرات الصغيرة ده مرض فيروسي بيسببه فيروس طاعون المقطرات الصغيرة. طبعا الفيروس دوت ليه طرق انتقال من الحيوانات السليمة إلى الحيوانات المصابة، فعلشان خاطر نقي الحيوانات بتاعتنا من مرض طاعون المقطرات الصغيرة لازم الأول نتكلم عن طرق انتقال المرض من الحيوانات المصابة إلى الحيوانات السليمة. فاحنا عندنا رقم واحد، لما الحيوان بيصاب بطاعون المقطرات الصغيرة بتظهر عليه الأعراض ديت منها سيلان في الأنف، وسيلان في الفم، وإفرازات دمعية. وطبعا بيصاب بالإسهال، فبيبقى الفتحات الموجودة في الحيوان مصابة كلها بفيروس طاعون المقطرات الصغيرة، وممكن ينتقل المرض من حيوان مصاب إلى حيوان سليم عن طريق المشارب وعن طريق العلافات وعن طريق الأرضية. طبعا ديت رقم واحد، ممكن الفيروس ينتقل من الحيوانات السليمة إلى الحيوانات المصابة. رقم اتنين عندي إن ممكن عن طريق القوارض والحشرات وتنقل الفيروس من مكان إلى مكان آخر. وبرضه الأسقف لازم تكون أسقف ما فيهاش فتحات، لأن برضه ده بيبقى سبب لدخول القوارض والحشرات، وممكن تنقل المرض من مكان مصاب إلى المكان السليم. وطبعا عندي برضو الشبابيك لازم يكون فيها سلك علشان خاطر ما تنقلش البعوض والناموس، وده تعتبر حشرات مصة، وممكن تنقل المرض برضو من حيوانات مصابة إلى حيوانات سليمة. والعامل اللي موجود عندنا في المزرعة لازم برضو يكون عنده خبرة في التعامل مع الأغنام، بحيث إن أول ما الحيوان يظهر عليه أعراض أي مرض لازم يكون عندي مكان أعزل فيه الحيوانات المصابة، لأن لو سبت الحيوان المصاب ما بين القطيع ممكن المرض ينتشر في القطيع كله. وطبعا العامل اللي موجود عندي لازم يلتزم بالسيفتي اللي بيلبسه في أماكن العزل، ويكون في برضه سيفتي أو شوز أو ملابس مخصصة للدخول عند الأغنام السليمة، لأنه لو لبس الشوز بتاعه والملابس في عنبر الأغنام المريضة ودخل بيها على الأغنام السليمة ممكن يصيب الأغنام السليمة وينقل لهم المرض. وبرضو عندي السيارات اللي بتدخل للمزرعة عندي ممكن تكون طرق من طرق نقل المرض من مزرعة مصابة إلى مزرعة السليمة اللي موجودة عندي. فكل ديت طرق ممكن تنقل الفيروس من أماكن مصابة إلى أماكن سليمة. يبقى رقم واحد عندي الفتحات بتاع الشبابيك وفتحات الأبواب والأسقف لازم تكون محكمة علشان خاطر تمنع دخول القوارض والحشرات اللي ممكن تنقل المرض من مكان مصاب إلى مكان سليم. رقم اتنين لازم يكون عندي العامل بيلتزم بالأدوات والملابس اللي بيستخدمها، يكون فيه في العنابر المصابة أدوات مخصصة لهذا العنبر، والعنبر اللي فيه الحيوانات السليمة لازم يكون برضه فيه ملابس وأدوات مخصصة للعنبر دوت عشان ما ينقلش الأمراض. والعربيات اللي بتيجي المزرعة عندي لازم يكون ليها أماكن مخصصة علشان ما تخشش داخل المزرعة عندي وتنقل المرض من مكان مصاب إلى مكان سليم. والأدوات والمعدات اللي هي المعالف والمشارب اللي موجودة عندي لازم على طول يحصل عملية تنظيف وتطهير للمشارب والعلافات علشان خاطر ما تنقلش الفيروس إلى الحيوانات السليمة. ديت كلها بتعتبر طرق انتقال العدوى للحيوانات من الحيوانات المصابة إلى الحيوانات السليمة. ده بالنسبة للنقطة ديت. هنتكلم في النقطة اللي بعد كده اللي هي الأعراض اللي بتظهر على الحيوان المصاب بطاعون المقطرات الصغيرة. طبعا الأعراض اللي بتظهر على الحيوان ارتفاع في درجة حرارة أو حمى مفاجئة بشكل مفاجئ للحيوان. رقم اتنين بيحصل
إفرازات أنفية وإفرازات دمعية وإفرازات فمية للحيوان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ويبقى فيه مخاط موجود في أنف الحيوان أو فتحات أنف الحيوان، وممكن مع استمرار المرض المخاط دوت يسد فتحات التنفس عند الحيوان. وطبعا برضو بتلاقي الحيوان شهيته ضعيفة على الأكل والشرب ومنعزل عن القطيع، ويصاب الحيوان بالإسهال، وممكن برضو يصاب بالالتهاب الرئوي. طبعا احنا قلنا لما الفيروس بيتملك من الحيوان وبيصيبه، طبعا الحيوان مناعته بتقل، فطبعا في بعض الميكروبات بتبقى موجودة في الرئة وموجودة في كرش الحيوان، فطبعا بتبدأ البكتيريا دي تنشط وتنمو وتتملك من الحيوان وتصيبه بالإسهال الشديد، وبرضه تصيبه بالالتهاب الرئوي. فديت الأعراض اللي لازم ناخد بالنا أول ما تظهر على الحيوان نعزله على طول عن القطيع. طيب عشان أعالج بقى مرض طاعون المقرات الصغيرة، طبعا المرض ده قلنا ان هو مرض فيروسي، والامراض الفيروسية ملهاش علاج. طبعا احنا بنعالج فقط الاعراض اللي بتظهر على الحيوان، وعلشان خاطر نقي حيواناتنا من الاصابة بمرض طاعون المقرات الصغيرة لازم نحصن الحيوانات بهذا الفيروس. طبعا التحصين ده مش هنلاقيه موجود في الصيدليات البيطرية، ولكن التحصين بيبقى موجود في معهد المصل واللقاحات التابع لمركز البحوث الزراعية، وده في القاهرة، وطبعا ليه أفرع موجودة في المحافظات. وبرضه بنلاقي التحصين دوت في مديريات الطب البيطري في كافة محافظات مصر، وبنلاقيه في الإدارات البيطرية اللي موجودة على مستوى المراكز والمدن، وموجود في الوحدات البيطرية البسيطة اللي موجودة في القرى والأرياف. طبعا حضرتك لازم علشان خاطر تحمي حيواناتك من الإصابة بفيروس طاعون المقترات الصغيرة لازم تحصن الحيوانات. طبعا التحصين لو الحيوان اللي موجود عندي جاي من محصنة بهذا المرض، فإحنا بنحصن في عمر من 4 شهور ل6 شهور، وبندي الجرعة التنشيطية بعد 21 يوم. أما لو الحيوان اللي موجود عندي جاي من غير محصنة، فاحنا بنحصن عن عمر شهرين، وبعد كده ندي جرعة تنشيطية بعد 21 يوم، وبنكرر التحصين بعد 6 شهور، لأن الحيوان بيكتسب مناعة وأجسام مناعية مضادة ضد الفيروس لمدة 6 شهور، وبعد كده تبدأ المناعة بتاعته تقل ضد هذا الفيروس، فبنبدأ نحصنه كمان مرة. طبعا ديت بالنسبة بالتحصين، لأن الفيروس ملهوش علاج ولكن ليه تحصين. احنا فقط بنعالج الأعراض اللي بتظهر عندنا، فبنبدأ ندي خوافض حرارة وندي مضادات حيوية للالتهاب الرئوي اللي أصيب به الحيوان نتيجة الإصابة بفيروس طاعون المقترات الصغيرة، وبندي برضه مضادات حيوية للإسهال اللي موجود عند الحيوان، وندي روافع مناعة برضه بنديله محلول ملحي علشان خاطر يعوض الفقد المية بسبب الإسهال. ده بالنسبة للعلاج وبالنسبة للتحصين. آخر نقطة هنتكلم فيها عندنا النقطة بتاع الوقاية من المرض. طبعا احنا اتكلمنا عن طرق انتقال المرض، وقلنا ان فيه مجموعة من العوامل هي اللي من خلالها بينتقل المرض من الحيوانات المصابة إلى الحيوانات السليمة. وقلنا رقم 1 في طرق انتقال المرض إن المسائي والمشارب اللي موجودة عندي في العنبر، فلازم يحصل عملية تنظيف وتطهير للعلافات اللي موجودة عندي في العنبر بشكل مستمر، علشان ممكن يكون حيوان مصاب بمرض طاعون المقترات الصغيرة وتنزل الإفرازات الأنفية والدمعية والفمية في المعالف والمشارب، فيجي حيوان سليم يشرب أو يأكل فيصاب بنفس المرض. فرقم 1 ننظف المشارب والعلافات اللي موجودة عندي في العنبر باستمرار. رقم 2 لازم يكون فيه لبس مخصص للعامل اللي بيتعامل مع الحيوانات عندي في المزرعة، لبس مخصص للعنبر بتاع الحيوانات السليمة والعنبر بتاع الحيوانات المصابة، لأن احنا قلنا إن ممكن العامل يخش في عنبر الحيوانات المصابة وبنفس الملابس وبنفس
الحذاء اللي هو لابسه ويخش على الحيوانات السليمة فينقل الفيروس من الأماكن المصابة إلى الأماكن السليمة. فلازم ناخد بالنا من النقطة ديت كويس. رقم 3 قلنا في طرق نقل العدوى من الأماكن المصابة إلى الأماكن السليمة، العربيات والسيارات اللي بتخش عندي في المزرعة. يبقى أنا لازم يكون في مكان مخصص عندي بعيد عن المزرعة وعكس اتجاه الريح علشان خاطر أستقبل فيه هذه السيارات والعربيات اللي بتتعامل في المزرعة بتاعتي. ولازم يكون عندي برضه مواد لتعقيم وتطهير عجل السيارات. طبعا رابع نقطة اتكلمنا فيها عن طرق انتقال العدوى من الأماكن المصابة إلى الأماكن السليمة، قلنا القوارض والحشرات. طبعا لازم يكون المكان عندي محكم بشكل جيد علشان خاطر ما تخشش القوارض والحشرات وتنقل الأمراض عندي من الأماكن المصابة إلى الأماكن السليمة. فلازم ناخد بالنا من النقط ديت علشان خاطر نحمي حيواناتنا من الإصابة بمرض طاعون المقطرات الصغيرة. طبعا وفي نهاية الفيديو أحب أشكر حضراتكم ويسعدني ويشرفني متابعتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم.